مرحبا بكم متتبعي أخبار ميركاتو أندية جزائرية. نبدأ بمولودية الجزائر. بن عمري يبدأ مهمته الأولى وهذا غموم على رأس أولوية المولودية، حيث يرتقب التفاوض مع هذا اللاعب. إذا رسميا بلالي يوقع في مولودية الجزائر لموسمين، وبذلك سيكون دفعة قوية وتدعيم قوي من أجل اللعب بقوة من أجل دوري أبطال إفريقيا. شبيبة القبائل تفتح باب التفاوض مع رشيد غزال من أجل ضمه في هذا الميركاتو الصيفي. ما في ملخص أخبار النادي الرياضي قسنطيني. بنديني انتحق بالتدريبات وجونسون أتيبو ينتظر التأشيرة. توقيع السنغالي عثمان ديوف مرتبط بجلب وثائق تسريحه. معان الخضراء في 27 تتضح، والميركاتو سيغلق قبل الاثنين. اتفاق كامل بين الإدارة السياسي واللاعب جونسون أتيبو قائد تي بي مازامبي كونغولي على الإمضاء مع الفريق. اللاعب سيصل إلى قسنطينة غدا في انتظار استكمال إجراءات إدارية معه. اتفاق رسمي بين الإدارة ولاعب الهلال السوداني عثمان ديوف في انتظار فسخ عقده مع فريقه.